أهلا بيكم. ضيفتي في الحلقة دي أستاذة غادة طلعت، وهنتكلم عن تاريخ المسيحية، كيف نشأت، الكنايس، الأناجيل. هنعرف حاجات كتيرة أوي. ازيك يا غادة؟ ازيك عامله ايه؟ نيجي بقى لحركة الإصلاح بتاعت مارتن لوثر. وقتها كان انتشر الفساد جدا جدا، وانتشرت الرشوة في روما وفي إيطاليا وفي فرنسا. بس قبل الحركة دي كان الإيمان المسيحي انتشر في فرنسا، وفرنسا كانوا رافعين شعار فصل حقوق الإنسان وفصل الدين عن الدولة، وإن هم علمانيين بس كانوا يؤمنوا بالمسيحية وبالمسيح. وروما طبعا البابوات كان هما اللي مسيطرين، وكانت العائلات المسيحية الثرية، وكانت الثروات. وكان وقتها قبلها حصلت الحملات الصليبية، كان في 6 حملات صليبية. كانت روما هي منطلقين من روما نحو الشرق ونحو مصر ونحو القدس، وكانت تحمل الطابع الديني. وبس مفادها كان السيطرة، مش نشر الدين، لأنه الدين مش هيتنشر بالسلاح أو بالعافية. هو في روح للديانة المسيحية، روح تبشيرية. لكن كل الحملات الصليبية ديت فشلت، وبس كانت النتيجة طبعا كان في الثروات لحد الفتح الإسلامي ومحمد الفاتح والدولة العثمانية. وطبعا وقت الدولة العثمانية الكنيسة القسطنطينية سقطت تماما. بس العثمانيين والأتراك كانوا بيعاملوا المسيحيين كويس جدا، وأوحدوهم كلهم، كل المسيحيين أوحدوهم تحت ملة طائفة الروم. المسيحيين موجودين أيا كان كاثوليك أرثوذكس، كلهم توحدوا تحت كلمة الروم. وده كان وقت الدولة العثمانية هم اللي أطلقوا هذا اللقب. ومن وقتها الوحيدين اللي كانوا عرقيا ومتوحدين تحت طائفة الروم اللي هم اليونانيين، المسيحيين اليونانيين، لأنهم كانوا بينسبوا نفسهم للهيلينيين، للفلسفة الهيلينية. حصل نرجع تاني للحركة الإصلاحية. طبعا مارتن لوثر بداية الحركة كانت تقريبا 1517 ميلاديا، وكانت البداية في ألمانيا، وكان معترض على الفساد والرشوة، وكان في 3 بابوات أو أباطرة، وكان ليهم معشوقات، وجميع الخطايا اللي تتخيليها ولا تتخيليها كانت منتشرة وقتها، كانت لا تمت بأي صلة للإيمان المسيحي. وكان في حاجة اسمها صكوك الغفران، تشتري بالفلوس صكوك غفران، يبقى كده مغفورة ليكي خطاياكي. فطبعا ده عكس الإيمان وتعليم المسيح. اعترض، كتب 95 بند اعتراض على الكاثوليك، أو على وقتها الفساد اللي كان ساري وقتها. طبعا حصل انه صدمة بالنسبة للكاثوليك، وحصلت حروب ملهاش اول من اخر ما بين البروتستانت وما بين الكاثوليك. لكن البروتستانت عندهم شاطرين في التبشير، انتشروا في جميع الكنائس، وانتشروا في امريكا، وانتشروا في انجلترا. انجلترا خدت خط مختلف شوية، خط اللي هو الأسقف، وإنه الملك هو رئيس الكنيسة. وكان السبب في كده إنه البابا وقتها رفض طلاق الملك هنري من كاثرين مراته، فهو يعني انزعج. حلو قوي استخدام الدين في كل شيء دنيوي، الحقيقة بيبوظ الدين والدنيا مع بعض. هو وقتها كان كده مفيش فصل، على فكرة ما كانش في العهد ده فصل ما بين الدين والدنيا. كانوا هم متخيلين انه خلاص الدين ده مرتبة عالية جدا، فهو اللي هيحكم الدنيا. وده سبب المشاكل.
يعني ما خدش الإيمان كإيمان مستقيم، ما خدش الإنجيل أنا بشوف المسيح قال إيه وأطبق كلام المسيح. البروتستانت كان الحكم ليهم أو المرجعية ليهم للإنجيل فقط، لتعليم المسيح فقط. مم. البروتستانت لا يعترفوا بأسرار الكنيسة، لا يعترفوا بالسبع أسرار اللي هم منهم التناول والعماد والزواج. الأسرار دي هي اللي الكنيسة الأولية حطتهم، الرسل والأساقفة والأسس هم اللي حطوا يعني هم ما بيعمدوش ولا لا 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 ولا هو بيتناولوا ولا كل الكلام ده؟ لا لا ولا عندهم الأيقونات ده كان نابع من الكاثوليك. وكانت الإمبراطورة إيريني كان فن الأيقونات والفن المعماري المسيحي، وحصلت حرب على الأيقونات وهدم للأيقونات. والقديسين كلهم في عصر الاضطهاد اتعمل لهم أيقونات. هو نوع من أنواع التوثيق، تخليد الذكرى. بالظبط، تخليد الذكرى والرموز المسيحية وعصر الاضطهاد. لكن البروتستانت لم يعترفوا بأي كلام من الكلام ده. أنا ليا الإنجيل قال إيه، المسيح لا وسيط بيني وبين الله. فده كان أساس البروتستانت، اللي هو بخرج سلطة الكنيسة عن إيماني. أنا لا يعلو علي أي سلطة غير الإله. وانتشر طبعا في أمريكا طبعا فصل الدين عن الدولة، وخرج من تحت حركة الإصلاح أو البروتستانت حركات أو طوائف، هم يسموا طوائف، يمكن أكتر من 14 طائفة، منها شهود يهوه ومنها اليسوعيين. لا ما شاء الله، هم كل شوية بيولدوا طائفة جديدة. بيولدوا طائفة جديدة، بس في طوائف أساسية اللي هي منها اليسوعيين وشهود يهوه والسبتيين والمعمديين. ودي جيمي كارتر كان من المعمديين أو المعمديين، اللي هم يعني بقت كنيستهم بيسموه باسم سيدنا يحيى اللي هو يوحنا المعمدان، بابتست. وحصل بالظبط، وحصل طبعا حروب ملهاش أول من آخر ما بين البروتستانت والكاثوليك. طبعا الأرثوذكس انفردت لوحدها بكنائس الشرق وروسيا روسيا اعتبرت نفسها إنها بعد كنيسة روما وبعد كنيسة أنطاكيا، وإنه حمى الأرثوذكسية، الوريث الأوحد. بالظبط. كان وقتها الملك أو الإمبراطور فلاديمير هو اللي أول واحد آمن، وكانت أوكرانيا الكنيسة الأوكرانية تبعهم بس انفصلت. وطبعا انتشرت بعد كده المسيحية في الصين، وانتشرت في الهند، وتوما التلميذ توما هو اللي راح بشر في الهند. ومعلومة كمان، التلميذ الوحيد اللي لم يقتل كان يوحنا ابن زبدي، ده اللي عاش 101 سنة ومات موتة طبيعية. باقيين كلهم قتلوا، كل التلاميذ والرسل كلهم قتلوا واستشهدوا في سبيل الدعوة. ميرسي يا غادة، شرفتيني. احنا كلامنا لسه مخلص، هنكمل وهنحكي في 1925 مع ليلى عز العرب.